بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله حبيباتي، مرحبا بكم في فيديو جديد معايا. نتمنى الفيديو تاع اليوم يلقاكم بخير وعلى خير إن شاء الله. اليوم جيت وجبت لكم وصفة سهلة وسريعة وبزاف بنينة، غاف بنينة، مملحة جد رائعة، واللي هي البوراك التركي، بلا قليان بلا عجين فيلو بلا عجينة مورقة بلا حتى والو. غادي نديروه في الفرن. كيما قلت لكم اخواتي، طريقه التحضير تاعه سهله وجد مبسطه، والبنه ما نحكيش، البنه وتقرميش. وهنا نخليكم تسمعوا هذيك القرمشه على المباشر. كيما شفتوا اخواتي، التقرميش راه داير حاله، وشوفوا لي هذاك التورق من الداخل ما شاء الله. يعني هاد الوصفة فعلا تستحق التجربة، وصفة رائعة بامتياز، سيرتو في شهر رمضان، الله يدخلوا علينا بالصحة والهنا. المهم حبيباتي، ان شاء الله تجربوا هاد الوصفة وان شاء الله تعجبكم. وبلا ما نزيد نطول عليكم اكثر، نمر مباشرة للوصفة تاعنا، وكما العادة فرجة ممتعة. اذا بسم الله على بركة الله. كما راكم تشوفوا هنا اخواتي في الاناء نتاعي، درت كاس تاع حليب يكون عادي يعني بارد، ما تدفوه ما والو، داكوغ، مع نص كاس نتاع الزيت. كاس حليب، نص كاس نتاع الزيت. وسمحوا لي البنات، ما صورت لكمش كيما ضفت الزيت، باسكو كنت دايره بوز وانا كنحسب لي راني نصور، بصح انا ما كنتش نصور. المهم زدت ضفت ملعقه صغيره نتاع الملح مع حبه نتاع البيض فقط. كاس حليب، نص كاس زيت، مغرف صغيره تاع الملح، حبه نتاع البيض. جبت الفوي تاعي وخلطت جميع السوائل مع بعض، خلطتهم مليح حتى اندمجوا مع بعض. ومن بعد بديت نضيف في الفرينه. الفرينة خواتاتي ضيفوها بالتدريج حتى لوين تتحصلوا على عجينة طرية، وتكون يعني نوعا ما تكون متماسكة، يعني ما تكونش طرية تلصق في اليدين، يعني تكون طرية بصح حكمة روحها. ان شاء الله يا ربي تكونوا فهمتوني. المهم بعد ما طميت العجينه نتاعي، حطيتها سور بلان دو طرافاي، وغادي نعجنها من با دقيقه، غير باش ينسجموا هذوك المكونات مع بعض. هذا ما كان، ما تدلكوهاش البنات، عجنوها من با دقيقه. المهم كيما شفتوا قسمت العجينه تاعي على 8، وغادي نشكلها كريات بهذا الشكل هذا، ويكونوا الكريات كامل كيف يعني يكونوا متساويين في الحجم. هنا في هاد المرحلة بعد ما شكلت كريات، غادي نغطي عليهم بساشي ولا بالبابي فيلم، وغادي نخليهم يرتاحوا مدة 10 دقائق حتى لربع ساعة، يعني 15 دقيقة. هنا يا خواتاتي بعد ما ارتاحت العجينة تاعي مدة 10 دقائق، يعني جبت 2 كريات فقط، يعني غادي نخدم غير بالزوج، دوك تفهموني البنات. رشيت سطح العمل تاعي بشوية تاع المايزينا، وغادي نبدا نحل في الكرية الأولى. هنا حلوها رقيقة قد ما تقدروا البنات، يعني رقوها مليح قدر المستطاع. فوالا، كما قلت لكم خواتاتي، هاد الوصفة راها سهلة وبسيطة وليه توجد، والنتيجة نتاعها ما شاء الله. هاد الوصفة تقدروا تعتمدوها في الشهر الفضيل شهر رمضان، الله يدخلوا علينا بالصحة والهنا ان شاء الله، يعني خير من البوراك المقلي. وراكو شفتوا يعني تعطي لكم كمية كبيرة ما شاء الله عليها، سيرتو الا كانوا يعني كنتو عيال ولا كانوا جايين عندكم ضياف ولا، هذا واش يليق. المهم حبيباتي، كما شفتوا بعد ما حليت الكرية الاولى، زدت حليت تاني الزوجة بنفس الطريقة وبنفس الحجم، يعني حلوهم كامل كيف. ومن بعد جبت المارغرين اللي كنت ذوبتها وخليتها بردت. بالنسبة لنوعية المارغرين انا درت تاع صول، يعني مارغرين عادية. الا كانت عندكم زبدة التوريق احسن، يعني خير وخير، ديروا خليط ما بين المارغرين وزبدة التوريق، غادي تعطي لكم نتيجة ما شاء الله عليها. انا درتها غير بالمارغرين العادية، وراكم شفتوا يا البنات التوريق كيفاش جا، يعني ما شاء الله. لو كان ديروها بزبدة التوريق تجيكم علامة. المهم كيما شفتوا، دهنت يعني هذيك الورقة الأولى اللي كنت حليتها الأولى، دهنتها مليح بالمارغرين، زدت حطيت فوقها الزوجة، زدت تاني دهنتها، ومن بعد طويتها كيما نطول مسمن. البنات اللي ما فهمتش تعاود هذا المقطع غادي تفهم، داكوغ.
طووها عادي كيما تطوو المسمن، يعني تدو منه وتعاود تجيبو من هيه. فوالا غادي نكمل الكريات اللي بقاو لي بنفس الطريقه، يعني كيما درت مع الاولى غادي ندير مع هادوك، نبقى نخدم غير بالزوج. هنا خواتاتي كيما راكم تشوفوا بعد ما كملت، هاي ليكم كانوا عندنا 8 ولاو عندنا 4. غادي نغطي عليهم وندخلهم للثلاجه يرتاحوا مدة نصف ساعة، يعني غير قسما نروح نوجد هذاك الحشو ونعاود نخرجهم. بالنسبة للحشو أخواتي كما راكم تشوفوا، حطيت المقلة نتاعي فوق النار، درت فيها شوية تاع الزيت مع حبة بصل كبيرة اللي كنت أشيتها، بصح ما رحيتهاش بزاف البنات، يعني رحيتها غير شوية كشغل خليتها باينة كيما تقدوا تقطعوها مربعات. المهم بعد ما تقلات لي هذيك البصل غاية ودبالت وتكرملت، ضفت لها كمية تاع فيون داشي اللي تقدو تعوضوها بالبولياشي ولا دين داشي، يعني اللي كان عندكم خواتاتي وكل وحده ومقدورها. غادي نقلي شويه هذيك فيون داشي، يعني نحلها مع هذاك البصل، ومن بعد نضيف لها 3 سنينات نتاع الثوم مع شويه تاع الملح وشويه تاع الفلفل الكحل. نزيد نحرك كل شي مع بعض ولا نقلي كل شي مع بعض. فوالا هنا بعد ما طابت هذيك الفيون داشي خواتاتي، وش رايحه نزيد نضيف لها؟ رايحه نزيد زيتون مقطع، زيتون خضر مع المعدنوس. بالنسبه للزيتون اختياري، تبغوا ديروه تبغوا تستغناو عليه، يعني كل وحده واش تفضل وواش يفضلوا وليداتها. كما تقدوا تاني تضيفوا السلق الا كان عندكم السلق خواتاتي باش الحشو تاعكم يجيكم زاكي. المهم في الاخير غادي نزيد ندير 2 مغارف كبار تاع الفرماج، انا درت هذاك تاع مونطور، وانتم ديروا اي جبن متوفر عندكم. غادي نحرك كل شيء مع بعض يعني حتى يذوب لي هذاك الفرماج مع هذيك الفيونداشي، وفي الاخير غادي نطفي والحشو نتاعي راه واجد، غادي نخليه جانبا يبرد ونعاودو نولو للعجينه نتاعنا. بعد ما خليتها ريحت في الثلاجه كما قلت لكم مده نصف ساعه، لقيتها حاكمه روحها هكا باش يعني تجيني سهله كي نجي نحلها. المهم كما شفتوا رشيت شويه تاع الفرينه وغادي نحل العجينه تاعي. جبت هنايا الحلال وغادي نحلها شكل مربع ولا مستطيل، الطول نتاعه ولا العرض نتاعه يكون على حسب الصينيه اللي راكو غادي نديرو فيها البوراك، يعني تبغوا ديروه بالطول ولا تبغوا ديروه بالعرض، فهمتوني البنات؟ المهم بعد ما حليت العجينه تاعي كما راكو تشوفوا خواتاتي، جبت الحشو تاعي اللي كان برد مليح وغادي نديره في الحاشيه بهذه الطريقه، وما تكتروش يعني ديروا غير شويه. فوالا ومن بعد غادي نزيد ندير تاني فرماج رابي، ونبدا نرولي بهذه الطريقه كما راكم تشوفوا. هنا البنات ديروا دوره ونص، دوره ونص وقطعوا كما راكم تلاحظوا. هاي ليكم جبت الموس وغادي نقطع، نسقم الحربوش تاعي، وهذيك الجهه اللي بلعنا منها يعني وين قطعنا هذيك ديروها من تحت. وهذاك العجين اللي بقى لكم منا ومنا نحوه البنات وبلعوا مليح باش الحشو ما يخرج لكمش ولا هذاك الفرماج ما يخرج لكمش على برا. المهم هنايا كما راكم تشوفوا جبت الصينيه اللي غادي ندير فيها، فرشت عليها ورق الطهي وحطيت الحربوش الاول بهذه الطريقه، نعاود ندير حربوش واحد اخر. المهم كما راكم تشوفوا غادي ندير الحشو هو الاول، غادي نديره على الحاشيه كما راكم تلاحظوا في الصوره، من بعد نزيد ندير الفرماج، نبدا نرولي، كي نرولي ندير دوره ونص ونقطع بالموس، نسقم هذاك الحربوش ونحطه في الصينيه مباشره، وغادي نكمل مع العجينه اللي بقات لي بنفس الطريقه.
والاخوات اللي وصلوا معايا لهاد المرحله من الفيديو، ما تنساوليش هذاك الجيم، ربي يفرحكم ويعطيكم واش تتمناو. هذاك الجيم هو اللي يدعمني ويشجعني ويدعم القناه ويخلي الفيديو يطلع ويوصل اكبر عدد من المشاهدين، وعائلتنا تزيد تكبر ويستفادوا معنا اخوات واحد اخرين. وراه كاين جديد ان شاء الله باذن الله تعالى، فنطلب منكم ونتمنى منكم غير الدعم والتشجيع اخواتي، يا ولو كان غير بتعليق فقط، يعني خلوا لي غير تعليق اسفل الفيديو، والله غير كي نقرا هذاك التعليق فريمون نفرح 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 من قلبي، باسكو هذاك التعليق هو اللي يخليني نزيد نكمل ونزيد نواصل معاكم. المهم حبيباتي، كما راكم تشوفوا هاوليكم الحربوش الزاوج، وكما قلت لكم غادي نكمل بنفس الطريقه. فوالا هنا بعد ما كملت غادي نقطع دي سيجار كما راكم تلاحظوا. في الخطره الاولى قسمت على 2، ومن بعد غادي كل نص نقسمها على 2. هذه اذا درتو بالطول كما انا، اذا درتو بالعرض اكيد غادي تقسموه على 3. والآن كما راكم تشوفوا جبت صفار حبة بيض اللي كنت ضفت لها شوية تاع الخل أو قطرات من الخل وشوية تاع الحليب، وغادي ندهن الوجه نتاع لي سيجار تاعنا ولا البورك نتاعنا بهذا الشكل هذا. بعد ما كملت غادي نرش بشوية تاع الجلجلان ولا حبوب الشيا ولا السانون، بالنسبة للزرارة أخواتي كيما تفضلوا أنتوما. المهم غادي ندخل البوراك للفرن اللي كنت مسخنته من قبل على درجة حرارة 180 درجة، وكل وحدة والفرن نتاعها أخواتي. الحاجة اللي ننصحكم بها واللي يعني نبهكم عليها أنه البوراك تاعكم لازم تطيبوه على نار اللي تكون قليلة، ما تقولهش للنار البنات باش ما يبقاش عجينه من الداخل. الا قويتوا للنار غادي يطيب لكم غير من برا ويبقى لكم معجن من الداخل، فعلى هذيك نقصوا للنار وخلوه يطيب في غرده. كي يطيب من تحت ويتحمر طفوا عليه، عاود شعلوا له من الفوق، غير يدي هذيك التحميره وهذاك اللون الذهبي الله الله خرجوه. كما راكم تشوفوا حبيباتي، هذا هو الشكل النهائي تاع البوراك التركي اللي شاركت معكم اليوم. يعني جا بسم الله ما شاء الله، جا بزاف 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 بنين وجا مفرمج وجا مقرمش، راكم تسمعوا فيه هذيك التقرميشه ما شاء الله، جا مرق من الداخل وطاب يعني علامه. راكم تشوفوا يا البنات بعينيكم. ان شاء الله يا ربي هاد الوصفه تعجبكم وان شاء الله تجربوها. والآن ما بقى لي غير نقول لكم إلى الفيديو القادم إن شاء الله. أحبكم في الله، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.